نجدد ترحيبنا بحضراتكم مشاهدينا في كل مكان. ما زلنا معا في هذا المساء وصفحة الرياضة، وانضم لينا الإعلامي القدير ورئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك الأستاذ عصام الحسن. أستاذ عصام أهلا بيك. الحمد لله على السلامة أولا من العمرة. الله يخليك. وعمرة مقبولة إن شاء الله، ويعني عيد سعيد على حضرتك وكل أسرتك. علينا وعليك. الحمد لله على السلامة كمان من موقعة الكورنيش، لأن احنا عانينا يعني كتير جدا عشان نقدر نوصل. يا جماعة الناس كلها محتفلة بالعيد، لكن قدام التلفزيون وقدام الكورنيش يا رب دايما كده الناس مبسوطه. يعني العيد فيه تراوع. انت مش عارفه الحقيقه اشمعنى المنطقه دي. المهم بس الناس تبقى مبسوطه، مش مهم نوصل شغلنا بس الناس تنبسط على الكورنيش. يكون زحمه في الخير، يعني ما تكونش زحمه في مطالب ولا في حاجه شر. لا هو خير جدا ده. في يعني فرحه وعيد ما هو لبس العيد. انا ملاحظ حاجه غريبه جدا، يعني طريق 6 اكتوبر كورنيش الناس قاعده وراكنه عربياتها وجايبه كراسي وترابيزات على 6 اكتوبر، على 6 اكتوبر رايح وجاي، وعلى قصر النيل، وعلى قصر النيل. ودي حاجه غريبه جدا، يعني بتعوق والله يا استاذ عصام. احنا لو فتحنا الملف ده جرح كده جوانا كلنا، ان احنا فعلا بقينا بنعاني في الشارع المصري دلوقتي بشكل يعني الحمد لله ان احنا وصلنا الاستوديو بعد عناء الحقيقه. والله انا بقالي ساعه ونص عشان اجي لكم. يعني انا عايزه اقول ان قبل ما نقدم حضرتك على الهواء بدقيقه حضرتك ما كنتش لسه وصلت. انا عايزه اقول لك ان انا ركبت على وزاره الخارجيه وجيتها ماشي يعني. معلش الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ندخل على طول من التقرير اللي لسه حالا كان مع اللواء علاء مالد، وكان بيتكلم على الصفقات. حضرتك رئيس المنظومه الاعلاميه بقى، يعني لازم تقول لنا الاخبار الاكيده. يعني اكيد الصفقات المعلنه اللي كان اخرها صلاح سليمان، وفي خبر انا قريته برضو ان الكابتن حسن شحاته طلب وبشده من اداره الزمالك التعاقد مع عبد الله السعيد. فالجدل حاليا دلوقتي على اسلام عوض، عبد الله السعيد، حسني عبد ربه. ايه اخر الاخبار؟ بصي انا هتكلم في ضوء المتاح والمحدد، لان طبعا انت عارفه ان المفاوضات بتدور طبعا في دايره مغلقه وفي حجر مغلقه برضو، ولازم نحترم طبعا المفاوضات دي والقائمين عليها اكيد، لان امور كلها سريه وقد لا تحدث ولا تتم، فبيتحسب بالسلبيه على اداره نادي الزمالك او على اللاعب نفسه يعني. فاحنا هنتكلم في ضوء المتاح. بالنسبه لكافه التفاوضات اللي انت قلت عليها هي ساريه المفعول، ولكن في نقطه بس انا عايز اوضحها، ان كابتن حسن شحاته ما عندوش الضغط دوت اللي هو ايه طلب وضروره، وان هو لازم يعملوا تعاقد مع عبد الله السعيد او حسني عبد ربه او غيره. لا دي مش في حسابات الكابتن حسن. لا هو يعني الحقيقه هو متكلم فنيا، قال ان انا المركز ده تحديدا هو اتكلم لمين؟ محتاجه احد المواقع، لكن احنا يعني الحقيقه يعني كنا قررنا من فتره ما نقولش اسماء المواقع، لان يعني نقول الاخبار المتداوله بس اسم الموقع ده، يعني عشان بقينا بندخل في طائله الاعلانات، يعني ان احنا كل على طول بنقول المواقع. فهو يعني بيقال ان هو طلب الموقع. هو يعني ممكن نقول انه اسماعيلي اونلاين، فاسماعيلي اونلاين ده اعتقد الموقع الرسمي للاسماعيلي. طب لا هو مش بس، انا هتكلم تسمحي لي هرد على كل الاستفسارات ديت. اول حاجه كابتن حسن شحاته ما بيتكلمش نهائي، ولو اتكلم هيتكلم للموقع الرسمي، ودي ده المفروض طبعا. لا هي دي في ضوء التعديلات اللي حصلت في المسار الاعلامي جوه نادي الزمالك، ودي رغبه للجهاز الفني نفسه. يعني حصل اجتماع ما بيني وبين الجهاز الفني في وجود كابتن حسن شحاته، ودي كانت رغبته على فكره، مش رغبتي انا ولا رغبه كنوع من انواع تنظيم التصريحات. يعني هو حتى كابتن اسماعيل يوسف نسب اليه بعض التصريحات في بعض المواقع وفي بعض الصحف، وقعد معايا الاسبوع اللي فات برضو اول ما جيت من العمره، وطلب ان هو مش هيتحدث لاي موقع بس كان تم تعيينه متحدث رسمي؟ كان هو المتحدث الكابتن اسماعيل ده خلاص ما بقاش كده؟ لا هو موجود المتحدث الرسمي، ولكن كل التصريحات هتكون من الدائره الاعلاميه الداخليه لنادي الزمالك. طب خلينا نوضحها يا استاذ عصام، يعني هي مجله الزمالك والموقع والمركز الاعلامي هل هيتعمل نشره مثلا يوميه او اسبوعيه؟ هي بتتعمل نشره يوميه، مؤتمر صحفي؟ لا هي بتتعمل نشره يوميه، ولكن المفروض بقى ان انا اجاوب ليه اتعمل ده، لان او دي رغبتهم ليه يعني في المنطقه دي واضح ان في ناس عندها انفلات اعلامي زي الانفلات الجماهيري اللي انت شايفاه في الشوارع كده، والانفلات الامني اللي احنا بنعيشه. ففي انفلات اعلامي، الانفلات الاعلامي اي حد ممكن ينسب لاي حد اي تصريح، بس للاسف الانفلات الاعلامي ده موجود من فتره.
لا هو بس هو تضخم بعد الثوره. هو فعلا زي ما انت بتقولي في عديد من البرامج والمواقع والصحف من قبل، لكن تضخم وتفاقم بشكل كبير جدا بعد الثوره. وده نتيجته هتكون في حاجات سلبيه كتيره جدا جدا جدا، مردودها بيبقى سيء سواء للزمالك او لغير الزمالك. خلينا نتكلم على الزمالك اللي احنا بصدد الحديث عنه دلوقتي، ان احنا بنحط خطوط عريضه نحترم فيها القراء، نحترم فيها المشاهدين، نحترم فيها الساده الزملاء الصحفيين او الاعلاميين، كله في موقعه احنا بنحترمه، ولكن لابد ان يكون هناك نظام، والنظام ده ما يزعلش حد، معمول بيه مش في مصر بس، في العالم كله. ان المتحدث الرسمي هيتكلم من خلال المنظومه الاعلاميه للنادي، وده شيء رائع الحقيقه، بنحييكم عليه يا استاذ عصام عشان نحط حد للجدل ده. وانا دايما الحقيقه ببقى حريصه جدا ان انا اسال المصدر الاساسي، يعني انه يقال وصرح مصدر غير مسؤول والكلام ده كله بيثير الجدل الحقيقه بدون اي فائده. بصي انت اتكلمتي في منطقه حضرتك حيويه جدا، يعني ومنطقه انا بحترمك لانك انت فتحتيها دلوقتي. ما هو مش من الممكن يعني ان انا مش طبيعي ان انا افتح 10 قنوات فضائيه و20 جورنان و30 موقع الاقي كل الحاجات مكتوبه فيها غلط. ومش من المنطقي ولا الطبيعي ان انا اقعد انفي طول اليوم في الموقع ده وفي الجورنان ده وفي القناه دي. ما ينفعش تقعدي كل حياتك اليوميه انك تنفي الشائعات اللي بتتكتب او اللي بتتقال. انا كتير من الوقت بتفرج على بعض البرامج ان كل اللي بيتقال فيها حاجات غلط. هل من المنطق انا ارفع السماعه واقعد اقول له لا ده غلط وده صح وده غلط وده غلط؟ لا طبعا انا شايفه ان الحل والمنطق تمام اللي حضرتك بتتكلم فيه، انه انتوا مسؤولين فقط عن الاخبار اللي هتصدر من المنظومه الرسميه لنادي الزمالك بالزبط. سواء موقع او المجله او المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. بالظبط. ده شيء مهم جدا. بالنسبه لمنطقه بقى او النقطه اللي انت حضرتك بتتكلمي فيها، ان كابتن حسن شحاته قال لمجلس اداره الزمالك لازم تتعاقدوا مع عبد الله السعيد. اولا عبد الله السعيد لعيب قيمه كبيره جدا، امكانيات فنيه وبدنيه وذهنيه عاليه جدا، طبعا مكسب كبير لاي نادي سواء الزمالك او غيره. ولكن الكابتن حسن شحاته ما بيتكلمش باللهجه دي، ويتكلم مع مين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه هو ما بيصرحش، يبقى اللي منسوب ليه على المواقع او اي جورنال او اي حاجه غير صحيح لان هو ما بيتكلمش وفوض الكابتن اسماعيل. طيب احنا في نفس السياق استاذ عصام، معاناه جديده جدا من الشائعات المتواصله اللي اصبحت اساسيه دلوقتي كل يوم في الوسط الرياضي. تسمحي لي بس هنتكلم في برضو النقطه اللي فجرها دكتور عفت، وهي ان الاعلام بيعيش اسوأ مراحله في الرياضه بصفه خاصه يعني. بس في منطقه احنا لازم نتكلم فيها ونعمل عليها زوم، اللي هي منطقة المواقع. المواقع للأسف الشديد أكتر البرامج وأكتر الصحف دلوقتي بتاخد من المواقع. المواقع دي منفلتة، يعني معظمها منفلت، معظمها يعني ملهاش رقابة. النهاردة أنت بتتكلمي على الصحف بتتعرض لأكثر من رقابة. يعني أنت النهاردة من المجلس الأعلى للصحافة كان من الأول من وزارة الإعلام، للمجلس الشورى برضو كان من الأول كده. النهارده في رئيس تحرير، في مدير تحرير، في نواب رئيس تحرير، في نواب مدير تحرير. الخبر بياخد مراحل متعدده من الرقابه عبال ما يتنشر في الجورنال، لكن للاسف الشديد ان الموقع ما عليهوش رقابه. اي واحد ممكن او اي مجموعه ممكن انها تعمل موقع ب 10 جنيه ولا ب 100 جنيه ولا ب 1000 جنيه يعملوا موقع ويبثوا فيه سموم. بالظبط السموم دي اللي هي دلوقتي احنا بنعاني منها. بس اعتقد يعني واحنا الرهان على الجمهور الواعي انه يقدر يفرز. بس حضرتك معلش، بس احنا دوله ناميه، معلش درجه الوعي والثقافه ما وصلتش كده. احنا عندنا نسبه الاميه 30%. يعني لابد ان يكون ان احنا ما يتم في اوروبا وفي امريكا من نضج وثقافه مرتفعه اكبر، وثقافه الانتقاء ان انا اقدر انتقي. لكن لا احنا ما وصلناش لكده للاسف. يعني لو احنا وصلنا لكده ما كانش بقى الشارع دلوقتي زحمه بالشكل اللي انت تقعدي فيه ساعتين و3. هو مش زحمه، هو فوضى. الفوضى اللي احنا بنعيشها قوي بين ترافيك او اشاره انا اقف فيها وعارفه هتخلص امتى، وفي فرق بين ان انا في فوضى انا مش عارفه العربيات جايه منين والتوك توك جاي منين. الفوضى دي ناتجه عن ايه؟ مفيش وعي. ما تطالبيش الناس بقى انها تقرا وتعرف التميز ده صح وده غلط في الفوضى، لكن احنا لابد ان احنا نحط رقابه على موضوع المواقع دي، لان هنعيش اسوأ وقتنا اكتر من كده.
استاذ عصام، احنا طبعا صفحتنا على الفيسبوك يعني مش قادره اقول لحضرتك قد ايه اخبار او تعليقات كمان، وناس عايزه تعرف اخبار الزمالك واخبار المئويه واخبار قناه الزمالك واسئله كتير جدا الحقيقه، وناس كتير برضو بتسال على اخبار الاهلي. هنقول لكم طبعا كل اخبار الاهلي وماتشاته اللي جايه، واخبار الاسماعيلي، واخبار منتخب مصر الاولمبي اللي وصل لسيراليون ومباراته ان شاء الله السبت 2:30 بتوقيت القاهره. كل التوفيق باذن الله. لكن هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية. مشاهدينا خليكم معانا. الأستاذ عصام الحسن رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك مستمر، وهنبدأ في قراءة تعليقات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك بعد الفاصل. بشوي بعت رسالة حلوة قوي. بشوي بيحب يهني كل اخواته المسلمين بالعيد، وعنده سؤال: انتوا ليه بتقولوا ان الزمالك ملوش ظهر في الإعلام؟ ده بشوي بيقول كده. طب بشوي كمان بيقول لك اخبار قناه الزمالك ايه؟ وانا كمان بضم صوتي لصوت بشوي. هيكون في خطوط عريضه بالنسبه لقناه نادي الزمالك. احمد غريب: حسني عبد ربه جاي الزمالك؟ نقطة بقى المفاوضات لسه المفاوضات مستمرة. اقدر اقول ان المفاوضات شغالة، ولكن اعتقد ان على وسط الاسبوع اللي جاي هتكون الفيصل، سواء حسني هيجي الزمالك او هيدنه في الاسماعيلي او هيروح لنادي اخر. طب من الاسئله بقى للحقيقه او علامات الاستفهام استاذ عصام، يعني الزمالك كتير قوي بنسمع انه بيعاني من ازمات ماليه، هل ممكن المنظومه الاعلاميه تكون جزء من دخل نادي الزمالك كموقع، كجريده، كقناه تلفزيونيه، يكون في فكر استثماري لاستغلال اسم الزمالك في منظومته الاعلاميه وتكون مدره للربح؟ وهل ده بيحصل ولا هي يعني من اعباء نادي الزمالك وبتاخد من ميزانيه النادي؟ هي طبعا في الفترة الحالية احنا بنعيد صياغة المواضيع كلها حتة التسويق والاستثمار لنادي الزمالك، واعتقد ان المرحلة اللي جاية هتشهد طفرة كبيرة جدا بعد القرارات التصحيحية اللي خدها مجلس إدارة نادي الزمالك بنهاية مرحلة طبعا تولاها الدكتور أشرف صبحي. واعتقد يعني احنا برضو بنحييه على المرحلة اللي هو مسكها. هي مرحلة صعبة وعصيبة سواء على النادي أو عليه، ولكن طبعا الناحية المستقبلية لنادي الزمالك كانت بتستلزم التغيير والتطوير في نفس الوقت، لأن فعلا في مشروعات كبيرة وجبارة نادي الزمالك بصدد أنه هو هيبرمها ويعقدها في المرحلة الجاية علشان عملية الإنفاق. يعني فكر تسويق المنظومة الإعلامية أنها تكون جزء من أرباح نادي الزمالك، ده ممكن؟ ده ضروري. مش ممكن، ده ضروري يتم عملية التسويق واستثمار الجانب الإعلامي لنادي الزمالك. يعني أنا عايز أقول لك حاجة من ضمن الحاجات طبعا اللي اتكلمت فيها مع كابتن حسن شحاتة، موضوع ظهور اللعيبة في القنوات الفضائية. طبعا هيكون بمبالغ مالية معينة. كابتن حسن شحاتة كان الفترة اللي فاتت شهدت تصميم معين أو دراسة معينة اتقدم بها الدكتور أشرف، ولكن كابتن حسن هيعيد صياغتها. هترتفع المتوسطات بتاعة ظهور نجوم الزمالك في القنوات الفضائية أو خروجهم عبر الشاشات المختلفة. كابتن حسن هو اللي قايم بنفسه على الدراسة ديت في تعديل اللائحة ديت. نفس الشيء بالنسبة طبعا سواء للموقع أو بالنسبة للمجلة، طبعا في المشروع التسويقي الجديد اللي هيتم أو قناة المستقبل بقى. كل ده هيتم نقدر نقول خلال الشهر الجاي دوت بعد العيد بإذن الله، في اجتماعات مكثفة مع إدارة التسويق الجديدة مع كافة الإدارات المختلفة. مين اللي هيتولى المسؤولية؟ طبعا لسه بالنسبة لإدارة التسويق لسه، أو بالنسبة لإدارة العلاقات العامة لسه، بس إن شاء الله يعني في الجلسة الجاية هيتم اختيار الإدارات. وده يعني تولي مسؤولية الإدارات يختلف عن تعيين مستشار للتسويق لمجلس الإدارة. بس هو المفترض يتحط هيكل أو إطار أو منظومة، مستشار وأيا كان الاسم هو اللي ينفذ. ما أنا هقول لحضرتك مستشار مجلس الإدارة للتسويق هو اللي هيحط تحديد أو تعيين الإدارات المختلفة، وهيتم عرضها على مجلس الإدارة. أنا ما أقدرش أقول الأسماء دلوقتي المرشحة علشان لازم تاخد موافقة من قبل مجلس الإدارة، وإحنا بنحترم ده جدا طبعا.